مساء الخير. خلال 30 سنة اللي مضت في معظم الدول العربية وطبعا شامل البحرين شفنا ظاهرة المولات، مثل أمريكا في مولات للشوبينج على أساس، وخصوصا خلال 10 سنين اللي راحت شفنا زيادة المولات هذه مثلا في البحرين. زيادة يعني في أي محل تروح فيه اليوم مول، كان مول صغير ولا مول عود، في مولات في البحرين. بس ظاهرة اللي نشوفها هذه المولات إن تدخل في المولات شو تشوف؟ معظم الوقت ما تشوف إن في معظم المولات إن في صراحة بيع وشراء في المكان، محلات وكذا، ما تشوف كثير. أنا دخلت أحد المحلات البراندات فأسألهم أقول لهم زين أنت في الشهر كم جوتي مثلا محل أحذية كم جوتي تبيعون في الشهر؟ المحل غالي. قال والله، فرد علي المسؤول هناك قال لي احنا اذا محظوظين وشهر زين نبيع ثلاثة أحذية في الشهر. طبعا نتكلم عن 600 دينار كل حذاء، ولكن نبيع ثلاثة. واذا الشهور العادية محظوظين اذا نبيع حذاء واحد. فالواحد يسأل كيف المحلات هذه بتتم مفتوحة على مدى طويل؟ فهاي سؤال أنا متأكد كثيرين من التجار يسألون أنفسهم يعني وين رايح السوق، لأن القوة الشرائية في نزول طبعا في معظم الدول، في البحرين بعد مثل باقي الدول إن في نزول في القوة الشرائية للناس العاديين. الناس الكبار طبعا معظمهم يشترون أغراض من برا وليس في الدول العربية. فنشوف ما هي الظاهرة الحين تغيرت الحين المولات من مولات شوبينج إلى أسميها أنا مولات رياضة المشي. فما شاء الله تروح رياضة المشي، وطبعا الشباب كله يجتمعون والشابات على القهاوي والقهوة، وتشوف الناس تمشي حول الملعب. ذكرني أيام اللي كنا صغار في النادي يقول للمدرب أوكي حول الملعب 3-4 مرات، روحوا ركضوا حول الملعب مرة. فأشوف الناس تمشي وتدور. فهذا صار الحين مولات رياضة المشي. وعشان ما تتسكر المولات، لأنه صراحة يفيد الناس، لأن الجو حار والجو كذا في معظم الدول الخليجية. فالمولات هاي مستفيدين منها الناس اللي تبي تسوي رياضة، خصوصا الناس اللي في التقاعد. تشوف كثير من الناس في التقاعد. فذكرت كنت جالس قبل كم شهر في أحد القهاوي في أحد المولات، فمن طرف عين أشوف واحد يعني كذي يمشي شوي أقول مين هالشخص هذا؟ أنا عارفه. فما أدري نسيت. فبعدين عقب 10 دقائق لما رجع مرة ثانية قلت أنا لازم أروح أتكلم مع الشخص. فرحت له، لما قدمت عنده ابتسم وطلعني قال شلونك يا خالد؟ ذكرت شخص ما شايفه أنا فوق 52 سنة، كان مشرف في المدرسة الثانوية اللي أنا كنت فيها، كان مشرف هناك. تذكرت، وهذا الشخص صراحة لا تأثير كبير علي من ذاك الوقت، لأن كان عندنا 4 حصص، لأن كان مدرس كنت في القسم العلمي، ما كان مريض أو شيء من القبيل، فهو جاء ودرسنا في 4 حصص شيء مهم. ولليوم هذه من أهم الدروس اللي تعلمتها أنا منه، وثابت على نفس الوضع بعد الموضوع دي. وكان درس المنطق لوجيك، فكان طريقة شرحه طريقة إلقاء في الدرس هذه خلاني يعني متشوق كثير للمنطق. ولليوم هذه أحاول قدر الإمكان كشخص أن أستخدم المنطق في معظم الأمور، الحياة ولا العمل ولا كذا. فالله يعطيه طول العمر الشخص هذه الأستاذ، الله يعطيه طول العمر والعافية، ويكون دائما بصحة وسلامة. وكالعادة إن شاء الله الجميع يكون بصحة وسلامة، ورياضة المشي في المولات تدوم إن شاء الله. وشكرا.